بحب السفر. أنا بحب ركوب الأمواج، بس في اللحظة اللي الاتنين بيجوا فيها مع بعض بالنسبة لي دي أحلى لحظة. ده اللي دايما بدور عليه. ميكايلا جونز راكبة أمواج عملاقة مشهورة ومعروفة بتصوير لقطات مذهلة من جوة تجاويف الأمواج الملتفة، توفت عن عمر 44 سنة بعد حادث مأساوي أثناء ركوب الأمواج في إندونيسيا. كان فنان متواضع، صوره كانت مذهلة. قال والده الحزين وهو بيتذكر تصوير ميكايلا المذهل لركوب الأمواج. جونز راكب أمواج محترف من هاواي، كان معروف إنه بيخاطر بحياته علشان يصور صور وفيديوهات من عمق تجويف الموجة. حسابه على إنستغرام كان بيعرض نتائج شغله الجريء، صور واضحة جدا للأمواج وهي بتتلف حواليه وبتكون أنابيب وهو منكمش على لوح التزلج بتاعه. بعض الصور كانت بتكشف شروق وغروب شمس رائعين باينين من خلال نفق الأمواج اللي قدامه. مصور ركوب الأمواج في هاواي مودي وودورث وصف تصوير ميكايلا جونز إنه مذهل، وخص صورة معينة وقال إنها أحسن صورة لركوب الأمواج شافها في حياته. الصورة الرائعة اللي اتنشرت على غلاف مجلة السيرفرز جورنال كانت بتبين جونز جوه تجويف موجة فيروزي لامع، وذراعه الشمال ممدود ناحية الحيطة، والحيطة كانت بتعكس نور الصبح اللي داخل وكمان ظل جونز نفسه. وودي وودورث قال دي 10 من 10 في ركوب الأمواج، و10 من 10 في التصوير من الناحية التقنية، و10 من 10 في الفكرة. دي بدون نقاش الصورة اللي تستحق الميدالية الأولمبية على مر العصور. شغف جونز بركوب الأمواج في المحيط بدأ من وهو طفل صغير بيكبر في كايلو على الساحل الشرقي لجزيرة أواهو. هو بدأ يركب الأمواج وهو عنده حوالي 7 أو 8 سنين، وكان بيشارك في مسابقة الهواة وهو لسه في بداية سن المراهقة، وكسب لقبين وطنيين في فئة الأولاد تحت سن 12 سنة، وده كان مؤشر على إنه حيبقى راكب أمواج ماهر. ولما كبر شوية ميكايلا جونز بقت محترفة وجابت رعاة خلاه يقدر يلاحق الأمواج ويستكشف وجهات مميزة لركوب الأمواج زي تاهيتي وفيجي وجنوب أفريقيا وجزر غالاباغوس. مجلات ركوب الأمواج كانت بتتكلم عن مغامراته وهو بيركب أمواجا ضخمة وبيعمل حركات جوية جريئة. أشهر ماركات ركوب الأمواج كانوا بيحطوا صورته في إعلاناتهم، لكن ميكايلا جونز كان بيحلم بأكثر من مجرد ركوب الأمواج العملاقة. كان عايز يوثق التجربة من جوة الأمواج اللي كان بيحاول يروضها. بدأ يركب كاميرات على لوحه في التسعينات عشان يصور لقطات من وجهة نظره وهو بيركب الأمواج. بعد ما اخترعوا كاميرات جو برو، ميكايلا حصل على رعاية من الشركة واستخدم أكثر من جو برو ثابتة عشان يعمل صور غامرة بزاوية 360 درجة. مهارة جونز التقنية وإبداعه بالكاميرا كانوا زي جرأته في ركوب الأمواج. هو وسع حدود الممكن في تصوير ركوب الأمواج وابتكر طرق جديدة عشان يندمج جوا قلب الموجة نفسها. مع إن الأسلوب الجريء ده كان ثوري، لكنه ما جاش من غير تضحيات. ميكايلا جونز كانت هتغرق في مرة بعد سقطة عنيفة، ووصفت التجربة الصادمة دي إنها كانت زي خروج الروح من الجسد. أبوه افتكر وقال هو كان بيطير في السماء وبص لتحت لقى جسمه عايم في البحر، وبعدين سمع بناته بينادوا عليه يا بابا ارجع البيت، وبعدين رجع لجسمه تاني. جونز بطريقة ما استعاد وعيه والأمواج رمته على الشعاب المرجانية رغم إنه كان قريب من الموت أكثر من مرة. ميكايلا جونز ما قدرش يقاوم سحر الأمواج العملاقة ولا فرصة إنه يوثقها من جوا. وتنقل عن ميكايلا إنه قال ده زي المرض، بس لما توصل لمكان كنت بتدرسه وتلاقي الموجة موجودة والرياح مناسبة وإنت على وشك تجدف ناحية موجة مثالية من غير زحمة، هو ده اللي بيخلي كل حاجة تستاهل. ده المكان اللي باخد فيه جرعتي. في بروفايل سنة 2014 في مجلة سيرفرز جورنال اتصورت ميكايلا جونز على إنها راكبة أمواج مغامرة، كانت بتطلع في رحلات مثيرة تدور فيها على الأمواج المثالية. ساب بيته في هاواي وسافر بابو غينيا الجديدة وبينما وسريلانكا وجزر الأزور، وكان بيوثق انتصاراته في ركوب الأمواج في كل مكان بيروحه. المقالة سلطت الضوء على نجاحه في سونترا اللي حصل فيها على صور غلاف كتير، وكان بيركب الأمواج العالية بمهارة وسط قوة الموج. بصفته واحد من أوائل راكبي الأمواج الأحرار في جيله، كان سي جونز جزء من مجموعة مخلصة من الناس اللي كانوا بيدوروا في العالم كله على أفضل الأمواج وبيلاحقوا العواصف عشان يصوروا صور وفيديوهات مذهلة. وفي السعي ده أصبح معروف بلقطاته الفريدة من زاوية نظره، وكان بيستخدم تقنيات سينمائية بتخلي المشاهدين يحسوا بإحساس الأدرينالين وهم بيركبوا داخل جوف الموجة معه. سعي ميكايلا جونز المستمر وراء الموجة المثالية وصله لجزر منتاوي في يوليو 2023. جزر منتاوي اللي موجودة قبالة الساحل الغربي لسومطرة في إندونيسيا بقد جنة لراكبي الأمواج،
بسبب موقعها المثالية اللي بيخليها تستقبل الأمواج وتوفر أفضل ظروف لركوب الأمواج. الجزر دي موجودة في المحيط الهندي جوه ممر الأمواج، وده منطقة بين سومطرة وأستراليا اللي بتتجمع فيها كل الأمواج الكبيرة اللي في المحيط الهندي. الأمواج دي قطعت آلاف الأميال من غير ما تعترضها أي يابسة لحد ما وصلت لجزر مينتاوي، وده خلاها تكتسب حجم وقوة هائلة. لما الأمواج دي بتوصل للجزر القريبة من بعض بتتركز في قمم وقنوات محددة، وده بيخلق بعض من أطول الأمواج الأنبوبية في العالم. أماكن زي رايفلز ولانس رايد بتديك فرصة تركب الأمواج لمسافة أكثر من ربع ميل لما الظروف تكون مناسبة. الحماية اللي بتوفرها الجزر بتخلي الأمواج مش مكشوفة قوي، وده بيخلي سطح الموجة ناعم. الخلفية اللي حواليها من الغابة والشعاب المرجانية اللي مليانة حياة بحرية بتوفر جو استوائي مثالي. مع إن الوصول للجنة ركوب الأمواج البعيدة دي كان زمان محدود، دلوقتي انتشار رحلات ركوب الأمواج بقى بيخلي الأمواج اللي كانت سر زمان متاحة لجيل جديد. لراكبي الأمواج العملاقة اللي بيدوروا على مغامرة لا مثيل لها، جزر مينتاوي بتقدم جنة لا تقارن. الخطة كانت إننا نقعد في الجزر من يوم 30 يونيو لحد 10 يوليو، وكنا متوقعين مغامرة ركوب أمواج لا تنسى. للأسف حصلت مأساة في عطلة نهاية الأسبوع المشؤومة دي، زي ما حكى إيمار أبيليرا صاحب المنتجع القريب اللي جاه يساعد مستر جونز. ميكايلا كان في المية مع ابن أخوه وركاب أمواج تانيين، وكانوا مستنيين مجموعات من الموج بفارغ الصبر. وسطهم ظهرت موجة قوية ارتفاعها 8 أقدام، وجونز أظهر خبرة وصبر كبيرين واختار الموجة اللي كان عايزها بالضبط. في اليوم ده اللي كان يوم حد، المنتجع كان مليان، فعشان كده مستر أبيليرا ما دخلش المية مع مستر جونز والباقيين زي ما كان بيعمل في مرات قبل كده. فجأة جالي تليفون على حد قوله. ميكايلا جونز كانت إصابة جامدة، طلب المساعدة. كان هادي جدا وقال: أظن إني قطعت شرياني. لباقي الناس اللي في المية كان في موج أكتر جاي، 4 أشخاص في المية ساعدوه، بس كان لازم يواجه موجتين كمان لوحده. ففك الرباط بتاع اللوح عشان يتأكد إنه مش هيتأذى أكتر، وقدر يعدي. بواسطة اللوح والمركب تم نقل مستر جونز للشاطئ، وهناك مستر أبيليرا قابلهم وحكوا له إزاي اللي حصل في المية كان صعب ودموي. مع إنه الجروح القاتلة من زعانف ألواح ركوب الأمواج مش نادرة للأسف، كان معروف عن جونز إنه بيخلي الزعانف بتاعته حادة جدا عن قصد عشان يقدر يعمل لفات أقوى على الموج. ومع القوة الهائلة للمية الزعانف ممكن تقطع أطراف راكب الأمواج بسهولة. كان مستنيها. السيد أبيليرا قال كده، هو فعلا كان عارف نوع الموجة اللي عايزها، كان صبور جدا. جاب الموجة، دخل جوه تجويف الموجة وما قدرش يكملها. قال إن الموجة قفلت عليه، فاكتشفنا إنه لما وقع الزعنفة بتاعته قطعت الشريان الرئيسي. لما ميكايلا جونز وقع في الموجة، الزعنفة الحادة بتاعت لوح التزلج بتاعه جرحت الشريان الفخذي اللي بيوصل الدم للأطراف السفلية. على طول الدم بدأ يندفع من جرحه في المية اللي حواليه، وركبوا الإسعاف وراحوا على مستشفى صغيرة على بعد حوالي 6 أميال. بسبب فقدانه الكبير للدم، ميكايلا كان بالكاد يتنفس وفقد الوعي. ربطوا حبل لوح التزلج على الأمواج مع قطعة خشب، وعملوا منهم رباط ضاغط بشكل بدائي في محاولة يائسة عشان يوقفوا النزيف الشديد من الجرح اللي عمقه حوالي 4 بوصة في رجله. فضلنا ساعة كاملة بنحاول نخليه يعيش، قال مستر أبيليرا حسب كلام الدكتور مارتن شرايبر أستاذ الجراحة ومدير قسم الإصابات في كلية الطب بجامعة أوريغون للصحة والعلوم. الشريان الفخذي هو مصدر دم مهم جدا للرجل، ولو اتقطع العواقب ممكن تكون خطيرة جدا، وده ممكن يؤدي لفقدان دم سريع ويمثل خطر على الحياة. وبما أن الشريان الفخذي الرئيسي موجود في منطقة الفخذ من فوق، العصبات التقليدية مش هتقدر توقف النزيف بشكل فعال. بدل كده لازم يتم الضغط بقوة على المكان المصاب عشان نتحكم في الإصابات دي زي ما شرح الدكتور شرايبر. غالبا بينصح راكبي الأمواج إنهم يستخدموا ورقة صنفرة لتنعيم حواف الزعانف لو كانت حادة زيادة عن اللزوم، وده عشان يقللوا من خطر الإصابات الشديدة في المياه. الإجراءات الاحترازية دي هدفها زيادة أمان راكبي الأمواج وتقليل المخاطر اللي ممكن تحصل بسبب الرياضة دي. رغم استخدام الأكسجين وضغطات الصدر والمحاولات المستميتة بإجراءات تانية، للأسف ميكايلا جونز توفت يوم 9 يوليو 2023. كيلا أشتون ابن واحد من إخوات السيد جونز اللي كان معاه في المنطقة النائية دي، وصف البيئة هناك إنها من أصعب الأماكن اللي ركبوا فيها الأمواج. رغم محاولات كيلا الجادة في المساعدة، عبر عن حزنه الشديد على إنستغرام واعترف إنه عمل كل اللي يقدر عليه، لكنه ما قدرش يمنع النهاية المأساوية. في واحدة من آخر منشورته، ميكايلا جونز صور نفسه وهو واقف على لوح التزلج على الأمواج وجدران الموجة بتتأفل حواليه. كتب: حان وقت أن نعيش بجانب مراته وعياله
قال إن ركوب الأمواج هو كل اللي محتاجه. خسارة ميكايلا جونز أثرت جامدة في مجتمع ركوب الأمواج، لأنه فيديوهاته الفنية والمثيرة المصورة من منظوره أكسبته سمعة طيبة عن جدارة. شغلوا اللي طوروا لأكثر من 10 سنين قبل ما يتعاون مع جو برو كان دليل على موهبته الاستثنائية وحبه الكبير للرياضة اللي بيعشقها. عالم ركوب الأمواج حزن على موهبة كبيرة بروح مغامرة اللي ساب بصمة لا تنسى في فن تصوير ركوب الأمواج. ميكايلا جونز ساب وراه مراته إيما وبناتهم بيلا وفايوليت اللي بيقسموا وقتهم بين بالي وهاواي، وكمان ساب وراه أبوه وأخته الكبيرة وأخوين أصغر منه بعدما فقد أمه فايوليت سنة 2011. عائلته بتلاقي عزاء في الإسهامات الرائدة اللي قدمها ميكايلا في تصوير ركوب الأمواج والإلهام اللي حيفضل يديه لأجيال من راكب الأمواج.